السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كيف ما وعدتكم بلي دائما غادي نجيب لكم احداث وحلقات مسلسل مغربي شكون كان يقول. في هذا الفيديو غادي نحكي لكم بعض الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه 10. قبل ما نبدا نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، تشجعوني اكثر باش دائما نجيب لكم حلقات المسلسل. المهم احبائي، ما غاديش نطول عليكم. كيف ما شفتوا الحلقه اللي فاتت سالت لينا فاش عثمان بدا كيتفكر اشنو وقع هذاك النهار، وتفكر بلي داك النهار كان سكران وكان هز مقص القبضه ديالو حمراء، وكيقول اليوم غادي طيح الروح، وكيقول المروه غادي نبين لك بلي انا راه راجل. المهم هاد الافكار كاملين، المهم هاد اللقطات كيجيولو في بالو حيت معاه هو كان سكران ما عقلش شنو اللي وقع. دابا هو كيسحاب ليه بلي يقدر يكون هو اللي صفاها ليه وما عقلش، ولكن اللي وقع اخوتي بلي داك النهار فعلا اسماعيل فعلا عثمان مشى لتمايا وكان يعني هاز هذاك المقص. وفاش يعني بدا كيتفكر داكشي كامل اللي وقع ورجع للمحل ديالو، بدا كيقلب على داك المقص القبضه ديالو حمراء ما لقاش. صافي هو غادي يقول وقيلا هو اللي صفاها ليه وما عقلش. هو ما صفاهاش ليه، فعلا كان كيهدد وهذا، ولكن مع سكران طاح ليه داك المقص تمايا. واللي صفاها العامر جا لقى هذاك المقص هزو وصفاها به العامر. المهم هادشي اللي وقع لعتبان، ولكن غادي نشوفوا ان البوليس غادي يشكوا فيه ومازال غادي يجيو يشدوه. داكشي علاش غنشوفوا الام ديالو غادي تبقى تبكي وغادي تقول لمروه انت السبب، انت خرجتي لي على ولدي، ضيعتيني في ولدي هو اللي عندي. المهم غادي نشوفوا نبيله اللي غادي تبقى تبكي على الابن ديالها عثمان. اما بالنسبه لديك الكارطه اللي توصل ليها البوليس بلي شي شخص كيتصل بعابر وكيبقى يهدد فيه، ولكن هذيك الكارطه بواحد النمره اللي يعني النمره اللي هي مجهوله، ما يعني مسجله بتا شي اسم. وقالوا بلي هاد السيده اللي كدير هاد الشيء راه مطوره بزاف، حيت كتمشي لبزاف ديال البلايص، يعني ما كتصلش من بلاصه وحده باش هكا تلفهم. هاد السيده هذه هي ناديه، هي اللي عندها واحد الرقم مجهول كتصل به في الوقيته اللي كتبغي توصل شي تهديد للعامر. المهم كتصل به في هذيك النمره. غادي نشوفوا بان البوليس غادي يبداو يقلبوا، غادي يبحثوا حتى غادي يوصلوا لناديه. اصلا دريس شاك في ناديه بزاف، حيت فاش سولها قال لها فين كنتي شحال هذا، قالت له عاد جيت. ولكن هو شاف هذاك النهار فاش جات عند عامر وكانت كتهدد فيه، وقالت له غادي نفضح كلشي ويصرفقها. وحتى انا داك الضرب اللي عندها في يديها حتى هو خلى دريس يشك بزاف. المهم غادي نشوفوا في هذه الحلقه هذه باللي مروه غادي ترجع للفيلا، وهذا الشيء ما غاديش يعجب غيتا، ما غاديش تحملها، ما غاديش تنزل ليها من الحلق ديالها، ما حاملاهاش. ولكن هاد المره مروه ما غاديش تبقى ديك مروه الظريفه، وهذا غادي تبين لهم واحد وجه اخر. السيده غادي تخرج فيهم طول وعرض، ما تعقل على حتى شي واحد فيهم، حتى دريس حتى هو. دريس اللي كيدير هاد الشيء كامل باغي غير يرجع مروه للفيلا، باغي يرجعها لتمايا باش يشوف كيفاش غادي يدير باش ياخذ منها الاملاك ديال الاب ديالو. حيت عامر راه كتب ليها بزاف ديال الاملاك، غادي تكون مروه هي اللي عندها الحصه الكبيره في الاملاك ديال عامر. وهذا الشيء غادي هنا غادي يبقى الحال بزاف في دريس. المهم فاش غادي يبقى فيه الحال غادي نشوفوا ان دريس في واحد اللقطه غادي يبقى يغوت ويقول لها علاش درتي فيا هذا الشيء عامر. وحتى من ناحيه اخرى علاش مشات لي عند مروه بدا كيحذر فيها وبغى يقاد العلاقه، زعما راني مزيان. في الاول ما كانش كيعاملها بحال هكا، حيت هو على علاقه باسماء وباغي ان يقاد العلاقه ديالو مع مروه باش ما يكونوش هكا مشاكل. فاش غادي تعرف بلي راه اسماء على علاقه به، داكشي علاش دار هادشي حتى هو يعني من ناحيه اخرى. ولكن غادي نشوفوا ان الزوجه ديالو كنزه غادي تسيق الخبار. المهم ما غادي تسيق الخبار، غادي تجي لها نيشان للدار، ما غادي تقول والو لدريس، غتجي عند اسماء نيشان وغادي تقول لها بعدي على راجلي، بغيتي ديري ليا راجلي. المهم تبقى تخاصم عليها. وتما فين غنشوفوا ان مروه غادي تفاجئ، حتى الاخت ديالها سناء غادي يقولوا لها صافي تقاداو الرجال، ما بالك غير دريس هو اللي تمشي ليه. ومروه غتقول لها عيب هادشي اللي كديرو، هي تقول لها الحب راه ماشي عيب، ما فيها حتى شي حاجه، انا كنبغيه هو تيبغيني. صافي هنا فين غادي نشوفوا ان المشاكل غادي يبداو ينوضوا بيناتهم، بين سناء والاخت ديالها ومروه هي واسماء امتى غادي تخاصموا ديال بصح نيت. فاش البوليس غادي يوصلوا يعني هنا غادي يشوفوا غادي يراقبوا الهاتف ديال عامر حتى هو، وغادي يلقاو باللي كان كيهضر مع
مع أسماء. وصافي هنا فين غادي يوصلوا لأسماء حتى هي، ومروة غادي تعرف باللي أسماء كانت على علاقة بعامر، وهنا غادي يبقى فيها الحال بزاف، يعني صاحبتها وكتغدرها. تما فين غادي يتخاصموا، وغادي تخاصم عليها الأخت ديالها سناء، وتما فين حتى القضية ديال الغنى غادي يتخاصموا عليها، حيت غتقول لها سناء انا اللي كنكتب لك على هذوك الكلمات، وهذا الشيء اللي وصلتي ليه راه بالفضل ديالي انا. وتما فين غتقول لها اسماء شوفي هاد الكلمات اللي كتكتبي ليا راه اي واحد نقدر نشريهم من عنده. ايوا صافي هنا فاش غادي يكبر الخلاف بيناتهم، وعاد تزيد ان غادي تعرف سناء بلي اسماء كانت على علاقه بعامر، صافي غادي يبداو يتخاصموا ديال بصح، وغادي تجري عليها اسماء من الدار، غتقول لها سير عطيني باتساع خرجي لي من الدار ديالي. صافي هنا غنشوفوا بلي فعلا سناء غادي تخرج من الدار ديال اسماء. وبالنسبه للمحامي الحلو غادي يولي تقرب من سناء، ويعني غادي يجيها في واحد الوقيته نيت حتى هي اللي محتاجه لشي حد اللي غادي تعاود ليه وتحكي ليه المشاكل ديالها، وغادي تقول له كان عليا انا في الاول نديها في راسي، وزعما نفكر في راسي ما نفكر حتى شي واحد اخر. انا كنت كنفكر في اختي، وبغيتها انها تقرا، بغيتها انها توصل وتحقق الطموح ديالها والاحلام ديالها، ونسيت انا راسي. ودابا فاش وصلت ما بقاتش عقلت عليا. ايوا هنا النقطه هذه غادي يستغلها المحامي. المهم غادي تقرب منها اكثر، وغادي نشوفوا بلي غادي توقع في الغلط هي والمحامي. فاش غتكتشف راسها بلي راه حامله غتمشي عنده وغادي تخبروا بهذا الشيء. ولكن هو شنو غادي يدير؟ غادي يصدمها، كان كيسحاب ليها بلي غادي يقول لها صافي راه غادي نتزوجوا هذا. بالعكس هذا الشيء اللي غادي يقول لها غادي يصدمها بلي غادي يهز الفلوس وغادي يعطيهم لها، وغادي يقول لها سيري دز ليه. ايوا هنا غنشوفوا سناء اللي غادي تعصب بزاف، يعني غادي تصاب تاني بواحد خيبة امل. يعني كتجيها صدمه مورا صدمه، غتهز هذوك الفلوس وغترميهم ليه على وجههم. فاش غترجع للدار عند صاحبتها صافي هنا غتفقد الوعي وغطيح لهم. ايوا تما فين غادي يديوها للسبيطار، وغادي يكتشفوا ما شنو اللي واقع ليها. المهم كاين بزاف ديال الاحداث مازال غادي نشوفوهم في الحلقات الماجيه. هنا غادي تشوفوا انه بعضياتهم كل شي كيشك في شي، يعني دريس شاك في نادية، ويعني وغيتا شاكه في ولدها اللي يكون هو اللي صفاها العامر، والزوجه ديال دريس شاكه فيه، كنزه شاكه في دريس. المهم كل واحد كيشك في الاخر. ولكن كنزه امتى غادي تواجه راجلها، حيت ما قالتش لي راني لقيت القامجه ديالك الدم، بقات ساكته. امتى غادي تقولها لي؟ فاش غادي تعرفوا بلي راه علاقه باسماء. صافي تما فين غادي تفضحوا، تما فين غتقولها ليه. ومهم غادي نشوفوا بزاف ديال الاحداث كيف ما قلت لكم. كاين مازال احداث غنشوفوهم مع نادية حتى هي، مع بديعة اللي ما كتحملش راجلها لواحد الدرجة كبيرة، وحتى بعلال حتى هو اللي علاش انا طفى هذوك الكاميرات. يعني ما يمكنش انا عامر يقولوا طفى الكاميرات، هو اصلا دارهم في الفيلا باش يعرف اشنو كيوقع تمايا. طفاهم هذاك النهار حيت شاف هذا الشخص هذا اللي صفاها العامر. المهم احبائي نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتلاقاو في فيديو جاي. تبارك الله عليكم، مع السلامه، الى اللقاء.